He's won many games for us. He's a reference for us, and now we need to make sure we win the next game for him. علينا أن نفوز من أجله. تلك كانت كلمات المدرب البرتغالي، كلمة وعد، ووعد وفى به فعلا. لاعبو البرتغال قدموا مباراة كبيرة، اكتسحوا أرمينيا ب9 أهداف مقابل 1، وكأنهم يقولون: نحن هنا ومن أجلك نقاتل. الكل انتفض من أجل قائدهم، ذلك الذي حضر إلى المدرجات ليشاهد رفاقه ينتزعون بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026. حين يكون المدرب مدركاً لقيمة رجل قدم الكثير لبلاده، فإن الرسالة تصل مباشرة إلى قلوب اللاعبين، فيتحول الملعب إلى وفاء جماعي. وهذا ما حدث. البرتغال إلى المونديال رفقة قائدهم، رفقة أسطورتهم التي لن يكررها الزمن، ليبقى الحلم الأكبر رفع كأس العالم معه ولأجله. ولكم التعليق.